السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض الكنافة بالمانجا والكريمة، حاجة كده في منتهى الطعامة والروعة، حاجة كده كمان من الآخر يعني، أحلى كمان من الجاهز وأوفر بكتير، وطريقتها سهلة وهتعجبكم. نبدأ مع بعض. هقول لكم المكونات ايه. معايا نص كيلو كنافة، ونص كوب زبدة، ونص كوب شربات، ومعايا 3 أو 4 مانجات كده، والكريم شانتيه. جبت كيسين كريم شانتيه وحطيت عليهم 2 كوبايات ميه متلجه او لبن، وضربتهم بالمضرب الكهربائي. هنجيب الكنافه قبلها بيوم ماشي، ونحطها في الفريزر عشان تكون ايه سهله وانا بفركها، وتكون كمان ناعمه. وممكن كمان تحطيها في الايه في الكبه اسرع من يعني، بتكون اي اسرع معاكي. افركها كويس. كده خلاص انا فركتها ناعمه ازاي، وحطيت عليها بقى نص الكوب الزبده. عايزه تحطي سمنه براحتك، بس انا يعني الاحسن ان انت تحطي الزبده. وهشوحها بقى على النار، تدي لون ذهبي كده، زي لون الشعريه. وبعد ما حمرنا الكنافه على النار، خدت اللون الذهبي. بصي اللون الذهبي ازاي، زيها زي الشعريه كده. هروح حاطه عليها ايه الشربات. وكده خلاص اجيب القارب البايركس، حطيت الكنافه. احاول ان انا ايه اضغط عليها. راح نايبه الكريم شانتيه. وكده انا فردت الكريمه. وبعد كده احط المانجا الطبقة التانية. تعالوا كلوا معايا. انا حاطة الطبقة التانية. ممكن عاوزين تحمروا الكنافة، ممكن تحمروها تحت الشواية، بس انا بحبها يعني اعملها ايه على النار كده. احط اخر طبقة المانجا. عايزين تعملوا عصير مانجا وتحطوها براحتك. وفي الاخر بنرش الشربات على وشها علشان تحافظ على شكل المانجا، وكمان يعني لو قعدت في التلاجة تحافظ عليها، وكمان يبقى شكلها حلو، وبتدي ايه لمعة. بس كده. وازينها بقى بكريز كده. بصوا شكلها، بصوا الطبقتين عاملة ازاي. هنقطعها مع بعض.
بصوا شكلها عامل ازاي. وكده يبقى خلصنا طبق الحلو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا اعجاب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد، ودعوه حلوه منكم. مع السلامه.